الحلوى اللي قدامكم ديت من اشهر انواع الحلويات المنتشره في شوارع كوريا، والمعروفه عندهم باسم دراجون بيرد كاندي. لكن اللي انا اعرفه ان اسمها الحلاوه الشعر. لكن مش مهم الاسم، المهم ان احنا نجربها ونشوف طعمها عامل ازاي. فكده كل اللي عايزه منك انك تتحمس معايا وتعمل لايك وفولو، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول خطوه هنحتاج نص كوبايه ميه، معلقتين عسل كلوجوز، ولو مش متوفر ممكن تستخدم عسل عادي، وهنعصر عليهم نص ليمونة، وهنضيف كوباية سكر. بسم الله. واخر حاجة هنضيف الوان طعام حسب الرغبة، لو مش متوفر مش مهم، انا هضيف لون احمر. وهنضيف المكونات على نار متوسطة، وهنسيبها تغلي على النار من غير اي تقليب. واول ما تتقل معانا بالشكل ده هنرفعها من على النار. وعلشان نتأكد ان الخليط استوى هنجيب مية وهنضيف شوية من الخليط، واول ما نلاحظ ان هو جمد بالشكل ده وبدأ يعمل خيوط كده يبقى هو كده استوى. ودلوقتي نقول بسم الله ونبدأ ننزل الخليط. وأول ما الخليط يبرد معانا هنبدأ نلمها ونفردها لحد ما تحس إن هي زي العجينة. وهنلمه كده. وهنيجي دلوقتي لآخر خطوة، هنجيب طبق أو صينية بالشكل ده وهنضيف فيها نشا، وهننزل الحلوى في النشا وهنحط عليها نشا كده بالشكل ده عشان ما تلزقش معانا. ودلوقتي هنعمل لها فتحة من النص كده وهنتنيها كده، وهنستمر في الخطوة ديت لحد ما تتكون معانا الخيوط. زي ما انتم ملاحظين كده بدأت تعمل معانا خيوط بالشكل ده. وهي دي كده طريقة عمل الخيوط. المفروض كل ما تستمر كل ما تعمل معاك خيوط اكتر. انا هكتفي كده بالشكل دوت. هو ممكن الشكل ما يكونش احسن حاجة، لكني متوقع ان الطعم هيكون حلو. فيلا بينا دلوقتي ندوق ونشوف الطعم عامل ازاي. الصراحة طعمها عجبني قوي، وكمان تحس ان هي بتتمضغ بكل سهولة، وطعمها قريب قوي من اللبان او التوفي. من الاخر طعمها في منتهى الجمال. ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. وبس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا. اتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وفولو، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.